صباح الورد والفل والياسمين على أجمل متابعين في الدنيا. النهاردة بقى يا ست الكل هعمل لك الحلاوة الطحينية بأسهل وأبسط طريقة في 5 دقايق تقدري تعمليها. طبعا لزوم سحور رمضان، المفروض إن أنا كنت نزلتها قبل رمضان بس اتأخرت عليكي شوية. بس في بداية الفيديو كده هوريكي بعض الفيديوهات اللي احنا عملناها مع بعض على القناة، وهسيب لك اللينكات كلها في صندوق الوصف. بس قبل ما يبدأ الفيديو نسمي الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد أفضل خلق أجمعين. السلام عليكم محترمي اليوتيوب، لايك وشير وسبسكرايب في الوصفة مميزة. اتمنى يا جماعة تشاركوا الفيديو ده بين أصدقائكم علشان تعم الفائدة للجميع. ولو بتشاهدوني من على التيك توك أتمنى تشرفوني وتنوروني على قناتي على اليوتيوب. واللي مش عارف يدخل القناة ازاي يا جماعة، هتخش على الصفحة الرئيسية بتاعة التيك توك هتلاقي كلمة اليوتيوب، اضغطي عليها هتوصلك للقناة على طول، وقناتي اسمها الوصفة المميزة مع تغريدة الصباح. ويلا بينا. مبدئيا كده بما ان احنا هنعمل حلاوة طحينية يبقى عايزين طحينة، فاحنا هنعمل الطحينة الأول عشان ناخد منها ونعمل الحلاوة. معايا نص كيلو من السمسم. طبعا السمسم ده يا جماعة متحمص، فلازم طبعا أسخنه تسخينة كده، لكن ممكن تجيبيه ني وتحمصيه على عينه بوتاجاز مفيش مشكلة. بس أهم حاجة تقليب مستمر. لكن هو كان عندي متحمص، فلازم أخده لازم يكون دافي الخليط، يعني المكونات كلها يا جماعة بتاعة الطحينة لازم تكون سخنة علشان تنعم معاكي. فأنا هديها تسخينة كده، سخن كويس، وبعد كده نشوف هنعمل ايه. ومعايا كوباية ونص من الدقيق، هنبدأ برضو نحمصه كويس قوي، يعني حوالي 5 دقايق كده، نار متوسطة مع التقليب المستمر لحد ما ريحة الدقيق تطلع معاكي. طبعا يا جماعة الدقيق لازم تقليب مستمر لحد ما لونه يغير شوية، تغيير بسيط مش ينحرق. حوالي 5 دقايق نار متوسطة وما تزوديش عن كده. انت هتحسي ان انت بتشم ريحته كده. فلازم يا جماعة الدقيق ما يتعملش ناجي، لازم يتحمص علشان ما يبقاش عامل زي العجينة كده وانت بتاكلي الطحينة. انا بقولك يا ست الكل، لو وصلت المقطع ده يا ريت تحطي لايك، ولو ما اشتركتيش هكون سعيده جدا باشتراكك، وهكون اسعد لو بعتيلي اي كومنت يخطر على بالك كده، وجه مبتسم زيك او ورده جميله زيك كده هتسعدني كتير. وحابه اشكركم كتير والله، مش عارفه اقول لكم ايه على الكومنتات والدعوات الحلوه اللي فعلا بتفتح نفسي للشغل. ربنا يا رب ممكن نعمل في حياتي اجمل اخوات في الدنيا ومفيش كلام بعد كده. ويلا بينا الخلاط بتاعنا، وهننزل بكوبايه من الدقيق، قصدي كوباية من الزيت، معلش يا جماعة الصيام عامل عمايله. نزلنا بكوباية من الزيت، هننزل بالسمسم والسمسم سخن. خلي بالك ان الزيت ده انا مدفيه على النار، علشان انا بدفيه علشان الخليط كله ينعم معايا، علشان اضمن ان السمسم ينعم معايا. وهفضل اضرب كده اضرب كده، وكل شوية هفتح شفشق الخلاط وانزل اللي هو الموجود على الشفشق كده بالمعلقة، علشان تضمني انه كله ناعم معاكي. لحد ما الخليط ينعم كويس، اهم حاجة الخليط ينعم كويس. لو عندك طحينة عادية عندك في التلاجة ممكن تشتغلي بيها، مش لازم تعملي طحينة ولا حاجة. بس أنا حبيت إن أنا أعمل طحينة وآخد منها وأعمل حلاوة. وبعد كده زي ما أنت شايفة بجيب المعلقة وهنزل الجوانب كده. الخليط كل ما يكون سخن معاكي ينعم أكتر معاكي. وبعد ما السمسم كويس أوي يعني ناعم خالص مع الزيت زي ما أنت شايفة أهو، هنبدأ ننزل بالدقيق. طبعا الدقيق في الوقت ده سخن برضه علشان ينعم بزيادة أهو. وبعد كده هنضربه برضه ضربتين لحد ما الدقيق يمتزج في السمسم والزيت. طبعا انا نسيت يا جماعه اقول لك ان انا حطيت ربع معلقه من الملح على الخليط ده. وبس كده يا ست الكل، وعملنا احلى طحينه. تبداي بقى لو انت عايزه تحطيها في التلاجة تحطيها في برطمانات، بس برطمانات تكون معقمه. اهم حاجه ما يكونش فيها ميه تماما. والطحينه يا جماعه ممكن تتحط على الرخام عادي بره، بس اهم حاجه ما يكونش البرطمانات مبلوله ميه، يكون معقمه من صهد البوتاجاز كده. تجيبي تقيدي عين البوتاجاز وتبدأي ترفعي البرطمان، تحطي بوزه كده حلقه على الصهد، فكده يتعقم معاكي. وبعد كده هناخد الكوباية بتاعتنا اللي احنا هنعمل بيها الحلاوة الطحينية. معايا القالب اللي انا هحط فيه الحلاوة دهنة كويسة من الزيت، وحاطاه في قعريته اي حاجة بلاستيك، يعني حتة بلاستيك كده او كيس تبدأي تحطيه. حباه من المكسرات ممكن تحطي المكسرات اللي انت حباها، ممكن تحطي سوداني، انا هحط دلوقتي فستق اللي انت حباه. عايزاها سادة مفيش مشكلة خالص. وبعد كده معايا نص كوباية من الدقيق هنحمصه على عين البوتاجاز.
نحمصها كويس قوي علشان طبعا يعني ايه، وانت بتاكلي الحلاوه كده ما تحسيش بتعجينه معاكي. بس يا جماعه نص كوبايه الدقيق دي هي اللي بتشرب الزيوت اللي في الطحينه، فبتخلي الحلاوه طعمها حلو قوي. وفعلا فعلا جربيها وهتدعيلي. بديها تحميصه كويس قوي لحد ما لون الدقيق يغير شويه كده وريحته تطلع، وهو سخن على طول هنشتغل على طول بيه. نبدأ ننزل بنص كوباية اللي احنا حمصناها، وعليها كوباية من السكر البودرة. طبعا السكر البودرة يجب يكون منخول، ومعايا كوباية إلا ربع من لبن البودرة. وهنبدأ نقلب الخليط ده كله يا جماعة مع بعض. لبن البودرة ده يا جماعة بنجيب منها عند العطار، يعني مش غالي قوي، يعني مش غالي زي اللي مغلف تشتريه سايب عادي. وهننزل بكوباية من الطحينة لحد ما كده متفقين، مفيش أي صعوبة خالص اهي. وهنبدأ نقلب الخليط ده كويس قوي مع بعض، هقلبه الأول بالمعلقة، وبعد كده هقعد أفرك في كده بإيدي كويس قوي علشان ايه أمزج الخليط كويس مع بعض. شايفين اهو بقعد أفرك كده لحد ما تمسكي شوية فيهم كده بإيدك كده، يجي ايه يتماسكوا مع بعضهم، يبقى انت وصلتي كده للقوام اللي يعني المظبوط اهو، زي ما انت شايفة كده. شايفين ده كده عملت حلاوة ولا ما عملتش حلاوة؟ عملت أحلى حلاوة بطريقة سهلة وسريعة، وفعلا فعلا هتعجبك جدا. بفضل أفرك كويس قوي كده علشان أضمن إن الخليط كله يتماسك مع بعضه أهو. شايفين في الوقت ده خلاص كده خلصت الحلاوة، هنبدأ نحطها في القالب. نبدأ نفروك كده علشان طبعا المكسرات ما تروحش في حتة والحتة تانية ما يكونش فيها. تحاولي تحطي بطريقة متساوية. بعد ما تحطيهم كلهم بطريقة متساوية هتمسكي تدكيها كويس قوي. لازم تدكي على قد ما تقدري علشان القالب يتماسك مع بعضه اهو زي ما انت شايفة كده. طبعا انا قلت لكم ان عملت الحلاوه دي فعلا، انا كنت عاملاها قبل رمضان، وكنت ناويه انزلها بس لظروف ما يعني كده، ما كنت انشغلت شويه وما نزلتهاش. بس النهارده قلت انزلها لكم علشان في بعض الناس يا جماعه بتحب تتسحر بالحلاوه. هتجيبي كوبايه كده وتدوكيها كويس قوي، وبعد كده هتدخليها التلاجة لمده 3 ساعات، وبعدين نرجع لها تاني ونجيبها نقطعها. بعد ما مر عليها 3 ساعات هنبدا نقلبها في صينيه كده. طبعا الكيس البلاستيك فضل في العلبة ما نزلش على البتاع، علشان طبعا انا كنت ندهن العلبة نفسها زيت قبل ما احط الكيس كمان. وهنبدأ نقطعها بصراحة تحفة. شايفين الجمال؟ شايفين قد ايه طرية ويعني ناعمة جدا. وسيبكم رعاية الله وأمانه، انتظروني إن شاء الله في فيديو جديد، وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.